أهلا معايا برج الجوزاء. أجمل الأبراج. يا جوزاء، هنعمل قراءة منفصلين، وهناخد طاقة آه، باقي شهر 6 من 20/6 ل30/6. هناخد طاقة الجوزاء وطاقة شريكه المنفصل أو حبيبه المبتعد. ما تنساش يا جوزاء تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من قراءات الشهر وكل الرسائل والقراءات الطاقية الفترات اللي جاية إن شاء الله. طيب هناخد طاقة الجوزاء الفترة دي. يا ترى طاقة الجوزاء الفترة دي طاقة شريك الجوزاء، شريكه أو حبيبه المبتعد أو شريكه المنفصل. علاقتك بشريكك كانت علاقتك بشريكك يا جوزاء كان فيها هيدك تفكير كتير. ما كنتوش متفاهمين، يعني ما كانش فيه تفاهم خالص، رغم انها علاقة كانت شوية فيها عقل قوي. يعني كنتوا بتفكروا ان انتوا ترتبطوا بعقلكم كده، ما كانش فيه الحب القوي. كان فيه حب، كان فيها حب طبعا من اتجاهه، وكان فيه حب من اتجاهك، لكن كانت العقلانيات فيها اكتر، او التصرفات بالعقل كانت اكبر. ممكن تكون ما لقيتش العاطفة معايا جوزاء، ممكن. طب نشوف مشاعر الجوزاء كانت ايه. آه انت يا جوزاء شفت معاه يعني فترات صعبة. كنت بتحاول ان انت تغير من نفسك علشان تبقى يعني زي العلاقة دي او شبهها. كنت بتحاول تعمل حاجات في حياتك عشان تجذب الشريك ده، علشان تقرب منه. حاولت الفترة اللي فاتت او الفترات اللي فاتت ان انت تتعامل بعقله زي ما هو عايز، لكن انت ما انبسطتش. العلاقة دي يعني شبه وجعتك ودمرتك وزعلتك، ومشاعرك دلوقتي انت فعلا بتتشافى من اللي حصل معاك. مشاعر شريكك تجاهك هو لسه بيحبك، لسه في مشاعر حب، لكن هو شخص متغير ومتقلب. هو شخص متغير، هو شخص عارف اللي هو بيلعب بالبيضة والحجر، عارف اللي هو بيلعبك بكل الطرق. مفيش مشكلة من انه بيحبك، لكنه شخص عارف اللي هو عنده احترافية ان هو ي... يعني عارف اللي هو امتى يجيبك وامتى يوديك، عارف فكرة يبيع ويشتري فيك، عارف الافكار دي. اللي هو متلاعب، شخصية متلاعبة، شخصية عندها احتراف انها تعرف يبيعك ويشتريك زي ما بيقولوا، يجيبك ويوديك. شخص بنقول عليه ناصح، بنقول عليه متمكن من حاله كده. تحس ان هو بيلعبك كتير. حتى في الفترة دي مشاعره برضو فيها تلاعب. اللي جواه غير اللي براه، اللي جواه عكس اللي براه. ممكن يكون خانق عليك بالموضوع ده، ممكن يكون زهقك، ممكن تكون اصلا انت شلت فوق طاقتك منه وزهقت منه بسبب تغيراته وتقلباته. يعني احنا بنقول الجوزاء متقلب. واضح كده يا جوزاء ان هو انت ممكن تكون شريكك ده جوزاء زيك، يعني وانتوا الاتنين كنتوا في حالة تقلب.
يعني مش عايزة اقول لك ان اكيد العلاقة دي كانت رهيبة. اصلا بنقول الجوزاء متقلب، واضح ان هو شخص متقلب اكتر منك يا جوزاء. طيب هناخد آه هو شايفك ايه دلوقتي؟ هو شايفك آه يعني مشاعرك متقلبة، بتمشي من العلاقة وسايبه آه من غير يعني من غير ما تفهمه ممكن ليه. كنت تكون مشيت من غير ما تقول له انا ماشي ليه اصلا. حاسه ان الجوزاء اخد نفسه وبعد عن العلاقه دي وقال حتى انا مش هفهمك كل التفاصيل، انا كل اللي هقوله لك ان انا هقوله لك ان انا راحل وسايب العلاقه وخلاص. انا ماشي وانا يعني زهقان او مش لاقي نفسي او تعبت او شلت فوق طاقتي او محتاج اتعافى واتشافى من تقلباتك. شايفك عندك مشاعر غامضة، مش فاهم انت عايز ايه، مش فاهمك هو اصلا، يعني مش عارف يتعامل معاك. مش عارف، ما بقاش عارف يتعامل معاك، ما بقاش فاهم مشاعرك، ما بقاش عارف انت بتفكر ازاي. وكل اللي شايفه ان انت لغيت مشاعرك في الفترة دي وخلاص، وبتمشي وتسيب العلاقة. لاغي مشاعرك خالص، بتفكر بعقلك بس ومش شايف غير صوت عقلك، مش شايف غير ان انت تبعد وصوت عقلك بس اللي بيوجهك. شايف كمان ان انت في حالة تقلب مشاعري قوي جدا. شايف ان انت بتسيبه من غير ما تفهمه ليه. شايف كمان ان انت عارفة، حاسة ان انت بتسيبه في وقت غير مناسب ليه. هو شايف كده، انت بتبعد عنه في وقت غير مناسب. هو ما كانش المفروض تبعد عني مثلا في الفترة دي وتسيبني. طيب ناخد شايف نفسه ايه قدامك؟ يا ترى شريكك شايف نفسه ايه قدامك؟ شايف نفسه ان هو دماغه وجعته قوي من العلاقة دي، يعني اتكلم كتير، عبر كتير، مش عارف يعني يوازن العلاقة دي. شايف وجع دماغ رهيب جاي من ناحيتك. شايف ان هي كانت علاقة حبيبها وعايزها، كانت بداية حلوة وكنا مبتدئين مع بعض وكنا شبه بعض وكان في بينا حاجات كده شبه بعض وكنا كويسين وكان في بينا كلام حلو. لكن شايف ان العلاقة وجعت دماغي قوي، وشريكك يعني شايف ان العلاقة وجعت دماغه قوي وابتدى يزهق من الكلام، ابتدى يزهق من المسجات، ابتدى يزهق من عدم التفاهم اللي في العلاقة دي. طيب هل في تواصل ما بين الجوزاء وما بين شريكه؟ انا شايفة برج مائي قصادي، يعني شايفة برج مائي. شريكك ممكن يكون برج مائي او ترابي. شايفاه برج ترابي اكتر، شايفاه مائي، شايفاه جوزاء زيك. هل في تواصل تاني ورجوع ما بين الجوزاء وشريكه؟ في محتمل رجوع يا جوزاء ما بينك وما بين شريكك في الفترة اللي جاية. ممكن يحصل ما بينكم تواصل او كلام او حوار يجمعكم ما بين بعض تاني. بس احذر وجع الدماغ، لان هي في وراها وجع دماغ. ممكن يكون في واصل، مش ممكن، في تواصل ما بينكم ان شاء الله باذن الله، في تواصل ما بينكم، بس في وجع دماغ كبير قوي الفترة دي. يعني عايزة اقول لك ان في وجع دماغ كبير قوي الفترة دي عشان يحصل. يعني قبل التواصل بقى هيكون في وجع دماغ، في بتشيل فوق طاقتك انت يا جوزاء، في هو بيضغط عليك، في لو في أسرة مثلا وفي طلاق بيضغطوا عليك.
لكن في طاقة رجوع ان شاء الله ما بين الجوزاء وشريكه باذن الله. الفترات اللي جاية باذن الله، باذن الله في طاقة رجوع وتواصل على خير. طيب ناخد نصيحة للجوزاء من الطارق. نصيحة: هل الجوزاء مشي صح لما ساب العلاقة في الفترة اللي فاتت، أو في البعد عن هذه العلاقة كان الجوزاء صح؟ كان ماشي كويس وكان ماشي صح. الجوزاء فقد الشغف في العلاقة وبعد من اللي شافه من شريكه، ومل منه جدا وزهق منه وساب له العلاقة ومشي، حتى زي ما بقولك من غير، خلاص زهق من تعامله. شريك متقلب ومش عارف يتعامل معاه، حد متنصح قوي عليه، حد بيبيع ويشتري فيه فسابه ماشي. هل القرار ده صح ولا غلط؟ القرار ده كان في صالحك جدا يا جوزاء. عارف ليه في صالحك جدا؟ لان انت لو رجعت له الفتره الجايه هتكون راجع له متوازن. انت كان لازم تسيبه يا جوزاء، انت كان لازم تبعد في الفتره اللي فاتت دي. القرار اللي خدته ان انت تسيبه في الفتره دي ما كانش قرار غلط، كان قرار صح. لانك انت لقيت نفسك تاني، عملت حدود تاني. هترجع له بس بحدود، هترجع له وانت عارف قوتك، هترجع له وانت متصالح مع نفسك ومع العلاقة، هترجع له وهتتشافى من جروحه اللي عملها لك. انا حاسة ان شريكك ده كان فيه علاقات نسائية في حياته، حاسة ان فيه كان تعامل ما بينه وما بين النساء، حاسة ان شريكك ده كان فيه علاقة تالتة في حياته، علاقة تانية غيرك، والعلاقة دي سابت أثر كبير في حياتك يا جوزاء. ممكن تكون وجعتك، ممكن تكون ألمتك وخليتك تبعد عنه وتزهق منه ومش عارف تاخد معاه حق ولا باطل. لكن لو رجعت له الفترة اللي جاية وكان في رجوع إن شاء الله للبعض منكم وكان في نصيب، هتكون عملت حدود، هتكون عرفت انت عايز ايه، هتكون في قوتك، هتكون مالك نفسك، هتكون في مركز قوة مش في مركز ضعف. وكان افضل شيء عملته ان انت فعلا سبت العلاقه دي